لو سألتني إيه أكتر ديربي زعلت إنك خسرته، أكيد هقولك نهائي القرن. بس الديربي ده بالذات من أكتر الديربيات اللي الواحد فعلا كان مقهور إنه خسرها. في موسم 2021 الأهلي والزمالك كانوا بيلعبوا بعض في ديربي الدور الأول، واللي كان أول ماتش بينهم من بعد نهائي القرن. ساعتها كان جمهور الزمالك بالذات الماتش ده بالنسبة له حياة أو موت، لأنه كان بينافس على الدوري وعايز يرد اعتباره قدام الأهلي. وكانت كل المؤشرات قبل الماتش بتقول إن الزمالك مرشح أكبر للفوز، لأن الأهلي كان عنده غيابات كتير ومهمة، والزمالك كان في الفورمة والفريق كله جاهز. فبيبتدي الماتش وعلى عكس المتوقع الأهلي هو اللي بدأ ضاغط، والزمالك هو اللي بيستقبل اللعب. وفي الدقيقة العاشرة بتيجي فرصة الجون الأول للأهلي، بس الشحات بيضيعها بشكل غريب جدا، وكل ده ولعيبة الزمالك لسه ما جاتش الماتش. بعدها فضل الأهلي ضاغط وعمال يقرب من الجون الأول، لحد ما في الدقيقة 20 بيجي فاول للأهلي، بيشوطها السولية بس بتخبط في الحيطة، وبترد الأيمن أشرف اللي بيعدي من بن شرقي، وبيدي ثرو لشريف اللي بيشوطها بقوة في الضيقة الجنش، وبيجيب معاها الجون الأول للأهلي. وفي وسط ما جماهير الزمالك مصدومة من الجون وأداء اللعيبة، بيفاجئ شيكا الكل بنسخة من جون نهائي القرن، وبيتعادل الزمالك في وقت مثالي من الماتش. بس بعدها بدقيقتين بيرد شريف بشوطة قوية في نص الجون، بس بشكل انا لحد دلوقتي مش قادر افهمه، بتدخل في جنش وبيجيب معاها شريف الجون التاني، والاهلي بيخرج من الشوط الاول كسبان باداء ونتيجه، وجماهير الزمالك مستنيه فريقها هيفوق ويرجع الشوط التاني. وفي الشوط التاني الزمالك شكله اختلف كتير، ودخل في الماتش وجات له كذا فرصه بس ما قدرش يستغلهم صح. ومع الضغط ده بيجيب الجزيري ضربة جزاء للزمالك في وقت عالمي عشان يرجع بيها تاني في الماتش، بس بيدخل محمود علاء يضيعها وتتقلب عليه الدنيا اكتر من الجمهور. بعدها الزمالك فضل ضاغط الاهلي وحاول انه يتعادل وجات له كذا فرصه بس ضاعوا، وعلي لطفي كان عامل ماتش عمره عشان يخلص الماتش 2-1 للاهلي في واحده من اكتر الماتشات المستفزه لجماهير الزمالك، واللي كانت هتفضل معكننه عليه لولا انه كسب الدوري في الاخر.